تفتكر ازاي ممكن تخلي اللي قدامك يعمل اللي انت عايزه من غير ضغط ومن غير أوامر؟ في ناس كتير فاكرة ان الحل في السيطرة في القوة، بس الحقيقة الحل أبسط من كده بكتير. لو عايز حد يعمل حاجة خليه هو اللي عايز يعملها، مش علشانك، علشانه هو. الناس بطبعها بترفض الضغط حتى لو الحاجة دي في مصلحتهم، بس لما تحسسهم ان الفكرة فكرتهم أو انهم أصحاب القرار، ساعتها الأمور كلها بتتغير. مش هيحسوا انك بتفرض عليهم حاجة، بالعكس هيحسوا انهم هم اللي اختاروا بإرادتهم. الكاتب قالها ببساطة: الطريقة الوحيدة اللي تخلي الناس يعملوا اللي انت عايزه هي انك تخليهم هم اللي عايزين يعملوه. افهم ده وهتشوف فرق كبير قوي في علاقاتك. دلوقتي لو عايز تطبق الكلام ده، اول حاجة فكر ايه اللي ممكن يهم اللي قدامك، وبعدين قدم الفكرة على انها مفيدة ليه، وبعدين شاركه الاختيار حتى لو بسيط. يعني مثلا الأم بدل ما تقول لابنها قوم ذاكر حالا كفاية لعب، تقول له تحب تذاكر الأول وتلعب بعدها براحتك وتلعب كمان وقت أكتر، ولا تخلص لعب دلوقتي بسرعة وتبدأ مذاكرتك؟ الطفل دلوقتي حس إنه هو صاحب القرار، فاختار بنفسه إنه يبدأ مذاكرة عشان يلعب وهو مرتاح وكمان هيلعب وقت أكتر. مثال تاني، لو مثلا واحد صاحبك بيمشي مع ناس أخلاقهم مش كويسة وطريقة حياتهم مش كويسة وكمان بتأثر عليه بالسلب، بدل ما تقوله ابعد عن الناس دي فورا، دول بيضيعوك، هتقوله أنا عارف إنك شخص طموح وبتفكر كتير في مستقبلك، تحب تبقى وسط ناس تساعدك توصل للي نفسك فيه ولا ناس تشدك لورا؟ الوقتي صاحبك هيبدأ يفكر ويقرر بنفسه إن هو يبعد. الناس مش بتتحرك علشانك، الناس بتتحرك علشان نفسها. بس لو عرفت تلمس دوافعهم وتخليهم يشوفوا مصلحتهم في اللي انت عايزه، ساعتها هتكون مؤثر مش متحكم، قائد مش آمر. وده فن التعامل مع الناس. الطريق لقلب أي شخص هو إنك تسمعه وتديله مساحة يعبر عن نفسه. الطريقة البسيطة دي اللي تخلي أي حد يرتاح لك، يثق فيك، حابب وجودك في حياته. السر مش في الكلام الحلو ولا في الذكاء ولا في إنك تكون اجتماعي زيادة عن اللزوم. السر في حاجة أبسط من كده بكتير: اسمع وخلي اللي قدامك يتكلم عن نفسه. الناس بتحب تتكلم عن نفسها، عن يومهم، شغلهم، إنجازاتهم، حتى مشاكلهم. فلو انت وفرت لهم المساحة دي من غير ما تقاطعهم ومن غير ما تقلل من اللي بيقولوه، هتشوف قد ايه علاقتك بيهم بتتغير. فاكر آخر مرة حد كان فعلا سامعك ومركز معاك؟ لما كنت في فترة صعبة أو لما كان عندك مشكلة، قبل ما يدورلك على حلول كان بيسمعك من غير ما يستعجلك، من غير ما يقاطعك. أكيد كنت حاسس إنك مرتاح حتى من قبل ما تلاقوا حل للمشكلة، صح؟ حسيت إنك مهم وإن كلامك ليه قيمة ومشاعرك ليها قيمة. انت كمان تقدر تبقى الشخص ده في حياة ناس تانية. كل اللي محتاجه إنك تسمع. الشخص اللي بنرتاح معاه تلقائيا مش دايما بيكون أذكى الناس، بس بيكون أكتر شخص فعلا بيسمعنا. فببساطة ما تقاطعش اللي بيتكلم، ما تسرقش اللحظة من غيرك، ما تحولش الكلام ليك دايما. خلي اللي قدامك يعبر عن نفسه الأول وبعدين ابقى اتكلم. الناس بتعرف تفرق ما بين مين بيسمعها ومين مستني دوره في الكلام. يعني مثلا في حركة كتير بلاحظها: لو صاحبك قالك أنا حالتي النفسية وحشة أوي الفترة دي، سيبه يتكلم، سيبه يعبر عن نفسه. هو في أغلب الأوقات مش بيبقى عاوز حل، هو عاوز حد يسمعه، وده ممكن يحسن من نفسيته. لكن في بعض الأشخاص بقى تقوم محولة الكلام لنفسها. وحسسته إنك بتقلل من تعب. ثانية واحدة، هي مش مسابقة. اسمعه للآخر وطمنه، وهتلاقيه جنبك برضه في وقت تعبك وبيسمعك. دي الطريقة اللي ما تكونش بيها العلاقة توكسيك، إننا نسمع بعض ونقدر بعض وما نقللش أبدا من تعب. زي برضو ما مهم إننا ما نقللش من تعب اللي قدامنا، ما ينفعش برضو نقلل من إنجاز عمله. دي نقطة مهمة. لو حد عمل إنجاز معين حتى لو كان بسيط بالنسبة لك، ما تقللش منه.
فما يكونش هو فرحان بالحاجة دي وتحسسه إنها حاجة عادية ومش مستاهلة. متبقاش بتكسر بخاطر الناس وتستغرب لما يبعدوا عنك، لأنك كده من غير ما تاخد بالك انت بتأذيهم نفسيا. المرة الجاية لما تقعد فيها مع حد اسمعه وركز في اللي بيقوله. لو عايز يحكي لك حاجة سيبه يحكي، سيبه يتكلم، سيبه يفتح قلبه. هو كده هيحس ان اللي قدامه مهتم بيه، مش حد بيقلل منه. ما تقولش لحد انت غلطان. تفتكر ايه اللي بيحصل لما تقول لحد في وشه انت غلط، ازاي تعمل كده؟ هل هيقبل ده عادي وهيرد عليك وهو مبتسم ويقولك اه والله شكرا انك نبهتني من النقطة ديت؟ اكيد لا. اللي هيحصل انه هيتضايق وهيحاول يدافع عن نفسه، وكمان ممكن يأثر في نفسيته لو فضل كتم الإحساس ده جواه حتى لو هو فعلا عارف إنه غلطان. تفتكر ده ليه؟ علشان أول ما تقول لحد إنه غلطان كأنك مسكت كرامته ورميتها في الأرض. كلنا بنحب نحس إننا صح، حتى لما نعمل حاجة وتبوظ، حتى لما نفشل، حتى لما نقع. ولما تيجي على حد في وشه وتقوله إنه غلط ممكن تكون فاكر إنه كده هيتحسن، بس اللي بيحصل العكس. وبرضه لو عايز تنصحه بخصوص حاجة خلص فيها خليها بينك وبينه، ما تجيش قدام الناس وتقول اصل بنصحه. اصل في فرق كبير بين انك تنصح حد وانك تفضحه. النصيحة على الملأ فضيحة. تخيل كده انك في الشغل وزميلك عمل حاجة غلط، ينفع تيجي تقول له انت بوظت كل حاجة، انت مش فاهم اي حاجة؟ اكيد لا، دي كده خناقة مش نصيحة. لكن جرب تقول له انا عارف انك كنت عايز تعمل الحاجة دي صح، بس ممكن نفكر سوا في طريقة تانية. شايف الفرق؟ دي كده نصيحة، وانت كده محترمه ومقدره من غير ما تهينه او تجرحه. حتى لو كان معاك حق، لما يكون كل مجهودك انك تثبت لحد انه غلطان ممكن تخسره وكمان مش هيتعلم. يعني مش كل مرة تكسب الكلام وتقلب الترابيزة يبقى انت كده كسبان. فببساطة ما تتكلمش بنبرة استعلاء كأنك بتتحكم فيه. ما تقولش انا دايما صح حتى لو شايف نفسك كده. ممكن تسأله انت شايف ممكن نحسن الموقف ده ازاي، او ايه رأيك نفكر في طريقة تساعدنا نخلص الشغل بطريقة احسن وجودة اعلى. اسمعه افهمه وبعدين فهمه بهدوء وقول له رأيك بطريقة فيها احترام. لو عملت كده هيثق فيك، وكمان هو اللي هيجي يطلب رأيك بعد كده. مش مهم انك دايما تثبت انك صح، المهم انك تعرف تعلمه من غير ما تجرح مشاعره ومن غير ما تعمل فيها أستاذ. ساعد اللي قدامك يشوف الصح بنفسه وسيبه يوصل للنقطة من غير ما تحسسه انه صغير او غبي. الناس ممكن تنسى انت عملت ايه، ممكن ينسوا انت قلت ايه، بس عمرهم ما هينسوا الإحساس اللي خلتهم يحسوا بيه. المرة الجاية لما تشوف حد بيغلط افتكر انك عايز تعلمه مش تحرجه.